أبعطي رسالة اللي ما حد يقربه، وبعطي رسالة للضحية. أولا، إذا أنت ألف تنقر ولا تنقر، اعلم أنك من شر عباد الله. لا تفرح والله العظيم، ولا تسعى أن تكون هذا. لا تفرح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شر الناس يوم القيامة، شر الناس يوم القيامة، مو في الدنيا، يوم القيامة شر الناس، ويحشر مع شر الناس من اتقاه الناس لشره. لا يقربنا فلان، لا يزعل فلان، لا يشرع علينا فلان، لا يعتب فلان. لا تفرح إذا كنت من هذا النوع. الشافعي كان في باحة منزله في داره نايم في الصالة، نسميها احنا نايم، فبكى أحد أبنائه من الأطفال، فراح مسك الطفل وحط يده في، أو عفوا هو كان نائم، فجاءت جارية عشان ما يزعج الشافعي، فأخذت الولد ووضعت يدها فيه فعضها فآلمها. فلما أفاق الشافعي قالوا له: ما صنعت الجارية؟ من باب الفخر، شوف الجارية هذه بنيك وش سوت. الولد كان يصيح وحطت يدها وأوجعها وما شاء الله وكذا. فغضب الشافعي وقال: والله لا أقعدن في مكان أزعج فيه أهلي. يا سلام. الله. أنا اللي مزعجهم، مش هم اللي مزعجيني. سبحان الله. أنا اللي لخبطت عليهم حياتهم. في أحد ينام في الصالة؟ الصالة مكان للحديث والكلام واللهو فعاتب نفسه. فعاتب نفسه. لا تفرح أيها الأب أو أخوك الأخ الكبير، أو واحد في المتوسط، أو واحد في الثانوي، أو واحد توه متوظف يدخل يبغى البيت كأنه عسكري، ما حد يكلمه ولا حد مدري ايش، ولازم الغداء ولازم يخافون منه. إذا رأيتم يهربون منك فاهرب من هذه الصفة. لا تفرح. هذه الرسالة الأولى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يداري أحد الصحابة أو أحد العرب على اختلاف في ذلك، فلما استؤذن قال: من بالباب؟ قالوا: فلان. قال: بئس أخو العشيرة هو، كان رجلا فظا غليظا. يا رجل، رسالة أيضا للغليظ الفظ، سواء كان داعية أو مربي أو مدرب أو أب أو زوج أو إعلامي، أيا كان. ديننا أفضل الأديان، كتابنا خير الكتب، نبينا خير البشر، صحابته خير البشر بعد الأنبياء. ومع هذا التكامل يقول الله عز وجل لنبيه موصيا: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا. لاحظ الوسيلة. حتى وأنا أحسن نبي وهم أفضل البشر بعد الأنبياء، حتى وأنا أتلو كلام الله عز وجل، نعم، إذا كانت وسيلتك فظة الناس ينفضون من حولك. هذه رسالة الأولى. بعضهم يفتخر